برحب بحضراتكم مشاهدينا من جديد، فقرة حوارية جديدة. الفن التشكيلي من الفنون الرائعة والفنون الراقية جدا جدا، واللي بتتسم بذوق خاص ليها متذوقيها، بتتسم بجمالها، بتعبيرها عن كتير من رموز الحياة من خلال رؤية الفنان، من خلال بعض الألوان المستوحاة من الطبيعة. النهاردة سعيدة أن يكون معايا يعني ضيفين من رواد الفن التشكيلي، مش بس محليا ولكن عالميا أيضا، اللي النهاردة هيكلمونا عن الفن التشكيلي، وهتكلم معهم تحديدا عن عالم الألوان. هذا العالم المليء بالأسرار، مليء بكتير من التفاصيل اللي مرتبطة بحياتنا، مرتبطة بحالتنا النفسية، مرتبطة بكتير من تفاصيل الحياة. اسمحوا لي ان انا ارحب بضيوفي الاعزاء اللي بيشرفوني النهارده، ويعني ليديز فيرست هبدا مع استاذ دكتوره علا يوسف، استاذ ورئيس قسم تصوير بكليه التربيه الفنيه جامعه حلوان، والاستاذ بالجامعات المصريه والعربيه. اهلا بحضرتك يا دكتور، صباح الخير على حضرتك. معانا ايضا استاذ دكتور عادل عبد الرحمن، استاذ ورئيس قسم بجامعه حلوان ووكيل الفنانين التشكيليين ورئيس قطاع الفنون التشكيليه بوزاره الثقافه وعضو المجلس الاعلى للثقافه سابقا. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بك. اسمح لي يا دكتور، طبعا يعني ابدا كده ليديز فيرست مع دكتوره علا، ويعني سعيده اولا بلقاء حضرتك النهارده، وطبعا دكتور عادل، وسعيده ان احنا نتكلم عن الفن التشكيلي اللي بيعتبر من اجمل الفنون على الاطلاق. خليني اخد من حضرتك نبذه سريعه كده عن الفن التشكيلي. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للفن التشكيلي، الفن التشكيلي احنا بنعتبره اللي هو القوه الناعمه اللي بتاثر تاثير ايجابي على المجتمع لو استخدم بطريقه صحيحه، وحصل ليه دعم بكافه السبل علشان نقدر نحقق الهدف منه اللي مرجو، على اساس ان احنا بنقدر نخلي الفن التشكيلي ده موجود في كل مكان. بيتعلموا الصغير قبل الكبير، من اول ما يعني بيبدا في معرفه الملامح، معرفه الرؤية الصحيحة، وبينشط الحواس بتاعته علشان يقدر ينجذب ليها، ويقدر ينفعل معاها ويعمل حاجة كويسة. واحنا بنحاول بالنسبة للفن التشكيلي ان احنا نعطي كل السبل اللي هي تحقق هدف واضح بالنسبة للتذوق الفني، العلاقات التشكيلية، المجموعات اللونية ونظريات اللون، طريقة التعامل، طريقة السلوك، طريقة اللبس، طريقة سلوكك في المجتمع بوجه عام. ده بنعمله من خلال التنمية البشرية، من خلال الدراسات الأكاديمية، من كافة السبل. جميل جدا. دكتور، يعني عايزة أروح مع حضرتك لجزئية عالم الألوان والألوان الطبيعية. قد ايه الالوان الطبيعيه اللي يعني نقدر نقول ان هي جزء كبير من اللوحات الفن التشكيلي، ليها تاثير وليها طابع خاص جدا، ممكن ايضا يؤثر على الحاله النفسيه لاي شخص مننا. طيب خلينا نبدا بايه كريمه من القران الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الم ترى كيف معلش يعني لا ولا يهم حضرتك. يعني بلاش الم ترى أنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلف ألوانها. نعم. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها. صدق الله. فيعني اللي أقصد الفكرة أن طبعا ورد الكثير من الآيات اللي بتشير إلى التنوع الهائل الموجود في الألوان والثراء الكبير الموجود في الألوان في عالم الطبيعة. ما بيبقاش بس اختلاف في خصائص اللون الواحد في الصفة بتاعته، يعني مش بس أحمر وأصفر وأخضر وأزرق، لكن كل لون كمان في ملايين الدرجات. يعني احنا ممكن نقول آلاف، لكن حتى بعد ما التطور التقني والكمبيوتر والرقميات أصبح هناك ملايين الدرجات من الألوان. فحضرتك تخيلي ان احنا مثلا نستيقظ صباحا ما نجدش اي الوان، ونجد يعني كل العناصر في الطبيعه يعني متشحه مثلا بالسواد او الرماديات لا سمح الله. فاكيد هيأثر على الناحيه النفسيه للانسان، وهيعمل نوع من يعني الكآبه، وهيؤثر عليه بشكل نفسي يعني كبير جدا. واحد من الفلاسفه الالمان، الفيلسوف الالماني هيجل، له مقولة شهيرة بيقول إن كل البقرات في الليل سوداء. بمعنى إن كل شيء من غير ما يسقط عليه الضوء هو ملهوش لون. فإذا هو في عملية ديناميكية، وفي عملية علمية، وفي معجزة بتحصل عشان نقدر نشوف عالم الألوان وندركه ونستقبله من خلال العين أو شبكية العين، ونستطيع إن احنا نترجمه إلى ألوان
وبالتالي نستخدم هذه الالوان في حياتنا في الفنون التشكيليه زي ما حضرتك بتقولي، او في اي فنون بصريه، او في الخلفيات، او حتى في الاستوديو اللي احنا قاعدين فيه. نعم. فالالوان هي بتضفي نوع من البهجه ونوع من السعاده، ويعني نعمه كبيره جدا من النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بيها، ضمن يعني النعم التي لا تعد ولا تحصى. اكيد. طب دكتور، لو هنتكلم كده عن الالوان الطبيعيه في البدايه، يعني حضرتك اذكر لنا بقى الالوان اللي احنا بنستمدها من الطبيعه. برضو ضمن التنوع الخالق سبحانه وتعالى ان احنا عندنا فصول السنه. يعني عشان تتغير الالوان وتتنوع الالوان، فبنجد فصول السنه وكل فصل له الوان محدده مميزه. يمكن اكثرها جمالا هو فصل الربيع. في الحقيقه برضو الشتاء برضو فيه زهور وفيه الوان مميزه، والخريف برضو في حاجات، حتى لون الورق لما بيتساقط بالدرجات البنيات والبيجيات برضو الوانه جميله. لكن الربيع يمكن اكتر الفصول في تميزا بالالوان الطبيعيه. فبنشوف الزهور المختلفه اللي بتتفتح، وكلنا بنقعد نترقب لحد ما يطلع الربيع، ونجد في المحلات ونجد في الحدائق الوان الزهور. صحيح. الوان يعني والاسماك وبعض الطيور زي الطاووس مثلا. احنا معانا على الشاشه بعض الصور ل يعني بعض الكائنات اللي بتتمتع بالوان طبيعيه، سبحان الخالق، يعني جميله جدا جدا. ده حقيقي نعم. فعلا حاجه رائعه ومبدعه. واللي عايز يتعلم الفن التشكيلي، او عايز يتعلم شيء من عالم الالوان او التكوين، او اي شيء عايزين نتعلمه، نرجع الخالق سبحانه وتعالى ونشوف مخلوقاته الرائعه والوانه وعلاقات الالوان ببعضها. شوف حضرتك اللون البنفسجي ده مع الاصفر، وشوف التدرج ده، يعني شيء بديع. طيب ارجع لدكتور علا واسال حضرتك عن العلاقه ما بين اللون والضوء. ايه العلاقه بينهم؟ سبحان الله، بالنسبه للضوء واللون زي ما تفضل الدكتور عادل وذكر ان هو لولا وجود الضوء ما كان توجد اللون. نعم. ففعلا الضوء دوت هو اللي بنشوف من خلاله الاطياف اللونيه. وده ذكره اسحاق نيوتن لما شاف الريجنبوجن اللي هو قوس قزح، والتدرج اللوني لما انعكس الضوء الابيض على المنشور الزجاجي فخرج منه الاشعه او الاطياف اللونيه. الاطياف اللونيه ديت بتكون في منها درجات متفاوته. اقوى حاجه فيها هو اللون الاحمر، وبيندرج فيه ال7 الالوان لحد ما نوصل للون البنفسجي، وده اكثر الموجات الطيفيه اللونيه. ده بالنسبه لما يكون في تساقط قطرات الميه بيتحمل بالاشعه الشمسيه اللي هي داخل هذه القطرات وينعكس، وبنشوف اللي هو قوس قزح. ده جانب. الجانب الآخر يعني كان ده من خلال في القرن السادس عشر والسابع عشر لما اكتشفوا النظريات العلمية اللي هي بتخضع لقوس قزح. نعم. ظهر طبعا تطورات مع التطور العلمي باستخدام الأجهزة الحديثة وباستخدام التكنولوجيا، وتناول النظريات العلمية دي وعملية تحليل الأطياف اللونية دي بكل نظرية بتختلف عن التانية. كل عالم قسم الموجات الطيفية اللونية دي إلى عدد من الألوان. ده بالإضافة أن التطور العلمي خلى الخلط اللوني اختلف غير الخلط اليدوي للألوان الكيميائية. نعم. الألوان الكيميائية بنقدر نخلطها كان زمان باليد ونحط اللونين علشان نطلع اللون المكمل أو نعمل التباين أو نعمل التضاد اللوني، كل دوت علشان نقدر نظهر عملية الاختلاف. طبعا غير التغير اللوني لما يكون في الألوان الفيزيائية. الفيزيائية دي بتنتج من خلال الخلط المجموعات اللونية مع بعض فيزيائيا من خلال الضوء. فبتديني رؤية مغايرة خالص زي ما احنا بنستخدمها هنا في الاستوديو، فبتديني رؤية مغايرة. ظهر حديثا شيء آخر غير قوس قزح، ده اسمه الشفق القطبي أو القطب الشمالي والقطب الجنوبي. ده بيبقى موجود في فترة زمنية محددة، ما بيعتمدش على تساقط الأمطار عشان يخلق لي الجو الهرموني اللوني ده. بينحصر في مجموعة لونية في اللون الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق. نعم. ده بيبقى فترة زمنية من شهر مايو تقريبا لحد شهر 9. وبيتميز ده في كافة البلدان اللي هي في القطب الشمالي وبخاصة في كندا. بيديني أطياف لونية رائعة خلابة جدا. ده نتيجة للموجات الشمسية
اللي هي بتبقى موجوده في الفتره دي بتصدر الاكسجين والنيتروجين والموجات اللي خاصه بالغازات اللي موجوده في الجو في المنطقه دي، فبينعكس عليها الوان طيفيه خطيره جدا على السماء، فتديني منظر رائع، لوحه خلابه. الله. طيب دكتور، لو هسأل حضرتك عن يعني ازاي ممكن نستفيد من عالم الالوان في حياتنا اليوميه، وهل فعليا في بعض الالوان مرتبطه فيما يخص الطاقه، انه في الوان كده لما بتبقى موجوده في المكان بتضفي طاقه ايجابيه على الاشخاص اللي موجودين في هذا المكان؟ الحقيقه سؤال مهم جدا. اشكرك. الالوان بتتغلغل في حياتنا بشكل يعني كبير جدا، فتقريبا احنا من اول ما نصحى لحد ما ننام احنا بنتعامل مع الالوان في اختياراتنا. يعني انا وانا نازل رايح الشغل هلبس الجرافطه لونها ايه، هلبس كذا لونه ايه، هلبس الكاب لونه ايه. يعني هي تفاصيل التفاصيل، هي كلها علاقات لونيه. فطبعا كل ما كان الواحد عنده وعي وعنده قدره على التذوق فبيختار مجموعه لونيه هرمونيه او متكامله او متوافقه بشكل او باخر، بحيث ان هو بيبرز نوع من يعني بيشعر حتى بالراحه النفسيه او بيستمتع او بيشعر. ممكن تلبسي لبس وتحسي بعدم الراحه النفسيه لان مش متوافق او يعني فعلا الالوان طبعا من خلال ده علم يعني لها تاثير مباشر على الحواس وعلى الاحساس وعلى العمل بتاعك. يعني ممكن الناحيه النفسيه تاثر على شغلي اكيد. فكل لون له زي ما حضرتك بتقولي هو له موجات، يعني عشان برضو نقول الطاقه احنا نقول الاول ان هو له موجات. في الوان لها موجات طويله وفي الوان لها موجات اقصر. الالوان اللي موجاتها طويله هي الالوان اللي زي الاحمر القويه المشبعه اللي بتلفت النظر من اول لحظه. اكيد. الالوان عشان كده في بعض السيدات بيتقال لهم ايه ما تلبسوش الالوان القويه قوي دي عشان ما تلفتش النظر، فالواحد تلبس رماديات وبتاع. طبعا يعني هو بيبقى نوع من التنسيق والناحيه النفسيه. حتى لما بنيجي مثلا نعمل ديكور البيت بتاعنا او نعمل الوان الجدران بتاعه البيت فلازم نختار الالوان الصحيحه. كل حجره لها الوانها على حسب عدد الساعات والزمن اللي انا هقعده في الحجره دي. فكل ما قعدت فتره طويله يبقى لازم الالوان تكون الوان هاديه، الوان مريحه، زي مثلا الاخضرات اللي حضراتكم عاملينها في الاستوديو. فبتبقى اكثر راحه للعين. لكن ما ينفعش ان احط لون احمر قوي، ده يبقى محتاج ان هو يتشاف لفتره محدوده وقليله جدا، او الجالس برضو يجلس لفتره قليله، لانه من النوع اللي بيعمل اللون بيعمل اثاره وبيعمل تاثير نفسي على المتلقي. كم اللون له تاثير، يعني ممكن يبقى اخضر بس اخضر قليل، درجه اللون لها تاثير مختلف. أكيد. يعني اذا كان اخضر اي اخضر ربما يكون فاتح، ربما يكون غامق، ربما يكون مضاف ليه درجات من الدفء من اللون الاحمر، ربما مضاف ليه الوان اخرى. فكل ده بيغير من طبيعه اللون. علاقه البيئه المحيطه باللون لها تاثير ايضا على المتلقي. يعني دي المساحه خضراء لكن بتتعامل مع مساحات اخرى قد يكون فيها ابيض، قد يكون فيها كذا. في المستشفيات على سبيل المثال بنجد الدكاتره اثناء العمليات لابسين اللون الاخضر. احيانا كان بيبقى الابيض ودلوقتي بيلبسوا الاخضر. لان الاخضر هو اللون المكمل للون الاحمر اللي هو لون الدم اللي بيتعامل معاه. وبالتالي يستطيع انه يفصل ويحدث نوع من الراحه على شبكيه العين، فيستطيع ان هو يكمل الجراحه بدون ما يحصل له نوع من الالتباس او كده بين الالوان، فيبقى اكثر تركيزا. وهكذا طبعا عملوا تجربه في المانيا، حطوا خيول او حطوا حصان في حجره ملونه بلون ازرق وحصان اخر في حجره ملونه باللون احمر، فوجدوا ان الحصان اللي في الحجره الملونه باللون الاحمر في حاله هياج مستمر، في حين ان الحصان اللي في اللون الازرق قاعد ومستقر ومفيش عنده اي حاجه. ما قعدوا يبحثوا وجدوا ان اللون الاحمر فعلا بيأثر نفسيا حتى على الكائنات الاخرى غير الانسان، وبالتالي هو في حاله اثاره وانفعال مستمر. فده لابد طبعا لو احنا عندنا العلم والدراسه نقدر نستخدم ده في حياتنا بالشكل اللي يخلينا يعني يبقى التاثير النفسي، ونستطيع ان احنا اللون يساعدنا على العمل الجيد ويساعدنا على النشاط ويساعدنا على الحركه. نعم. والناحيه النفسيه. طيب دكتورة علا، برضو بنلاقي كده ان الالوان مرتبطه بالشعور بالمساحه، بضيق المساحه او الاتساع. حتى نلاقي ان اغلب الناس اللي ممكن يكون منزلها مش متسع قوي بتلجأ للالوان الفواتح، تقول لك اعمل فواتح عشان احس باريحيه في المكان اكتر. ليه بنحس براحه نفسيه مع الالوان الفواتح، خصوصا لو كانت المساحه عندنا صغيره اكتر من الالوان الداكنه؟
هو طبعا ده كلام مظبوط حضرتك قلتيه، وفعلا اللون بالذات اللون الابيض ده بيدي احساس بمود هادي جدا وبيريح نفسيا، وخاصة ان الواحد مثلا بيصحى من الصبح ويخرج ويروح شغله وبيقابله حاجات كتيرة بتأثر على حالته النفسية والسيكولوجية، أكيد. كل المؤثرات اللي بتأثر على العقل وبتأثر على شبكية العين، عشان هي بتمتص كل هذه الألوان من المجموعات اللونية اللي سقطت عليها طول اليوم. فلو جيتي حضرتك رجعتي البيت ويكون مثلا في مساحة حيطة لونها أحمر أو لونها أزرق، اي لون من الالوان القويه ديت بتاثر على تعمل زي عمليه هياج للادراك البصري بتاع الشخص الموجود، فهو محتاج حاجه يتعمل ريلاكسيشن لده. صحيح. فده بينعكس على المجموعه اللونيه اللي موجوده على الحيطان في ديكور المنزل او في اي مكان. ده بالاضافه ان في المكان اللي الواحد قاعد فيه ممكن يختار بعض العناصر اللونيه اللي هي تدي تحسن للمود، علشان تقدري تثمري سواء اذا كنت بتشتغلي او قاعده مستريحه في البيت او مثلا بتعملي بيزنس او بتعملي اي شغل. ده بينعكس على المجموعه اللونيه، وده طبعا بنشوفه من خلال دايره الالوان والعلاقات اللونيه ومدى تدرج هذا اللون. ودلوقتي حصل عمليه خلط لوني من خلال الاجهزه اللي بتخلط المجموعات اللونيه وتديني اعلى درجات، مجموعه بتتعدى المليون درجه علشان توصلي للدرجه اللي انت بتحبيها. طبعا احنا في عمليه في علم النفس بيبقى فيه فروق فرديه، يعني اللون مثلا اللي حضرتك بتفضليه ممكن يكون غير اللي انا بفضله، أكيد طبعا. غير اللي الدكتور عادل بيفضله، غير اللي بيتناسب مثلا مع اطفال، غير اللي بيتناسب مع كبار. كل واحد بيبقى محتاج اللون اللي يتناسب مع شخصيته عشان يبقى مستريح، وطبعا طالما كان مستريح هيثمر ويبقى فيه أكيد. طاقه ايجابيه مثمره صحيح. في الحياه. طيب دكتور، ماذا عن انجازات الفن التشكيلي بقى في 2022 وايه الجديد ان شاء الله في 2023؟ بالنسبه لنا على المستوى الشخصي، واحنا طبعا يعني كل فتره بيبقى لينا انجازات وسفر وحاجات بنعملها. صحيح. فاخر حاجه في 22، ويمكن هنا بيبقى دايما في الاسبقيه في البرامج هنا في القناه. ده من حسن حظنا طبعا. الله يخليك، احنا بنقدم في كل ما هو جديد بالنسبه لنا. فاخر حاجه عملناها يمكن منذ ايام قليله ان تم تكريم مصر في صربيا، وتم تكريمنا، تم دعوتنا في صربيا على نفقتهم الخاصه، وتم تكريم مصر بمناسبه عملنا لكتاب اسمه كتاب سفير الفن. الكتاب ده بيتناول تحليل ووصف لمجموعه من الفنانين على مستوى العالم، حوالي 40 فنان على مستوى العالم، من صربيا وروسيا والمانيا وايطاليا وناس من يعني من اوروبا ومن افريقيا ومن روسيا استراليا يعني وكوريا واليابان والصين، ومجموعه كبيره جدا من الدول، يعني يكاد يكون كل القارات. وتم اختيار مجموعه من الفنانين اللي هم يعني مميزين جدا ومشهورين جدا، وبدانا عملنا الكتاب ده عنهم. الكتاب باللغتين الانجليزيه والصربيه، وفي صور ليه هنا للتكريم وسياده السفير بتاعنا في صربيا هو بيستلم التكريم والشهادات تقدير واحتفاليه رائعه اترفع فيها علم مصر وعلم صربيا جنب بعض. وكان الهدف يعني ان احنا يعني ندعم العلاقات المصريه الصربيه من خلال القوى الناعمه اللي هو الفن التشكيلي. اكيد. تجربه التكريم يا دكتور في صربيا كان شكلها ايه مع حضرتك، واضافت ايه ليكي من الناحيه المعنويه بالتاكيد؟ ما فيش شك ان كان ليها انطباع رائع جدا عليا وعلى الدكتور عادل، في ان احنا نحس ان احنا فعلا سفراء لمصر، بنمثل شعبنا وحضارتنا العريقه من خلال هذا التكريم. وكان مصاحب للكتاب وتوقيع الكتاب بالنسبه للدكتور عادل، كان مصاحب ليه معرض، وكان حاز اعجاب الجمهور اللي موجود في هذا الاحتفال. وكان يوم وأمسية ثقافية عالية جدا، وتشرف سيادة السفير وحاز إعجابه هذا اليوم
عشان فعلا نحقق اللي بنسعى اليه، نعمل عمليه تواصل بيننا وبين كل الشعوب عشان يعرفوا ان الحضاره المصريه والشعب المصري ذو كفاءه عاليه وبيقدر يثبت جداره في كافه السبل ويحقق النجاحات اللي احنا بنرجوها من كل شعبنا الحبيب. نعم. حضرتك شايفه دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للفن والفنانين في الاونه الاخيره شكله ايه؟ يمكن حتى الرئيس السيسي كان حريص جدا منذ توليه يعني رئاسه الجمهوريه ان هو يوطد علاقه مصر بالعديد من الدول، وبالتاكيد مجال الفن من المجالات المثمره جدا في هذا الاطار. حضرتك تناولتي نقطة حلوة جدا وفعلا ليها صدى كبير جدا، لأن فعلا سيادة الرئيس حقق التواصل اللي بين كل الشعوب. يعني كان في بعض الشعوب يمكن كان عملية عدم تواصل، دلوقتي بقى في تواصل بحب بود، في علاقات حميمة بيننا وبين كل الدول، وده بيؤدي إلى سبل إيجابية ويكون لقاء مثمر بيننا وبين الدول. وكلنا شفنا ساعة ما معالي سيادة الرئيس وراح صربيا، صحيح. كان الطيران الصربي بيحيط بالطيارة الرئاسية بيكرم سيادة الرئيس، وده شيء رائع، وكان عشان العلاقة الحميمة اللي بيننا وبين الشعب الصربي. فاحنا بنحاول كفنانين تشكيليين ان احنا نكون فعلا قدوة، ان احنا نأدي الدور بتاعنا على اكمل وجه، وده اللي انا برجوه انا والدكتور عادل، وبندعمه من خلال كل الاجيال اللي احنا بنصادفها، صحيح. في مجالات تربوية تعليمية او اكاديمية، ان احنا نوصل الرسالة دي عشان كل واحد يأدي الواجب اللي عليه، كل واحد يبقى سفير للمكان اللي هو شغال فيه في كل منطقة هو شغال فيها، طبعا. عشان تبقى البلد كلها جميلة ونبقى علامة منيرة في وسط العالم. جميل. دكتور، أمنيات حضرتك إن شاء الله كده للفن التشكيلي في مصر وللفنانين التشكيليين إن شاء الله كده مع بداية عام 2023 إيه؟ والله يعني الحقيقة الفنان التشكيلي أنا بتكلم كمسؤول في النقابة، أكيد. كوكيل الفنانين التشكيليين والقائم بأعمال النقيب حاليا. يعني الحقيقة وضع الفنان التشكيلي هو وضع محتاج إلى إعادة نظر من يعني كل المؤسسات الدولة، لأن أولا هو ظلم كبير الفنان التشكيلي المصري، وهو طبعا من أسس بناء الحضارة المصرية القديمة والحضارات العربية وحضارات العالم كله. ويعني وليس أدل على ذلك من الآثار الموجودة من آلاف السنين، اللي هي لولا الفنان التشكيلي، لولا نقل لنا كل الحياة وطبيعة الحياة اللي كانت من 7000 سنة، والحضارة يعني الخالدة اللي خلفها لنا المصريين القدماء، واللي يعني أثرت على العالم كله، على العلم في العالم كله. فلما نيجي دلوقتي نشوف الفنان التشكيلي ازاي يطلع في الافلام، ازاي يطلع في الدراما، ازاي يعني نقول عليه نكت ونطلعه مش فاهم، ونطلعه بيعمل حاجات صعبة، فيعني ارجو ان يبقى فيه اهتمام شوية من تحسين صورة الفنان التشكيلي، ولأن الفنان التشكيلي ده ثروة قومية بشكل عام. أما نيجي نشوف تقريبا ملوش نقابة، مفيش اهتمام بيه، المعاش بتاعه حوالي 70 جنيه، طبعا حاجة لا تسمن ولا تغني من جوع. فمحتاج نظرة فعلا من مؤسسات الدولة ومن سيادة الرئيس، نتمنى أن يكون بيسمعنا إن شاء الله، ونسعد بأن يكون في يعني خطوة جادة تؤثر على طبيعة الفنان التشكيلي وحياته وقيمته، وهو يعني لن يبخل عن الدولة، وعمره أكيد. لم يبخل ولن يبخل على أنه يقدم إبداعات ويقدم أفكار تساعد وتساهم في هذه التنمية الحادثة في أيام فخامة الرئيس السيسي. وإن شاء الله يا فندم يعني كلنا أمل أن الفترة القادمة نلمس مزيد من الدعم لمجال الفن التشكيلي والفنانين التشكيليين في مصر بإذن الله. وبشكل شخصي كنت سعيدة جدا باستضافتي لحضراتكم النهارده، شرفتوني ونورتوني. شكرا جزيلا أستاذ دكتور علا يوسف، أستاذ ورئيس قسم التصوير بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، والأستاذ بالجامعات المصرية والعربية. شكرا لحضرتك يا دكتور. شكرا أيضا أستاذ دكتور عادل عبد الرحمن، أستاذ ورئيس قسم جامعة حلوان ووكيل الفنانين التشكيليين ورئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة وعضو المجلس الأعلى للثقافة سابقا. شكرا جزيلا لحضراتكم. شكرا لحضرتك. مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم فاصل قصير ونرجع معاكم واخر فقرة في حلقتنا النهارده.